الرابع أن أهل السنة المتبعين لنصوص الكتاب والسنة أسعد من غيرهم باتباع الأئمة الأربعة. نعم. الرابع أن أهل السنة المتبعين لنصوص الكتاب والسنة أسعد من غيرهم باتباع الأئمة الأربعة لأنهم المنفذون لوصاياهم. قال ابن القيم في كتاب الروح: فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم، بل اقتدى بهم، فإنهم كلهم أمروا بذلك، فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم، فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم. من هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه، فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة، بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه ويقلده به، ولذلك سمي تقليدا، بخلاف من استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول، فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره. فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبق لاستدلاله بالنجم معنى. هذا كلام نفيس جدا، وهو بيان أنه يستفاد من علم العلماء ويعني يرجع إليهم، ولكنهم إذا وصل إلى الدليل فإنه لا يعدل به غيره، كما أن الإنسان في البر وفي الفلوات يعني يستدل على القبلة بالنجم، لكن إذا كانت تحت الكعبة يراها قدامه ما يحتاج إلى أنه ينظر في النجوم يدور القبلة. فكذلك الإنسان إذا وصل إلى الدليل ووصل إلى الرسول عليه السلام وعرف ما عنده فإنه لا يحتاج إلى كلام العلماء وأقوال العلماء والاقتصار عليه، وإنما التعويل على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا مثال نفيس جدا، يعني فإنه يقول من يستدل، يعني هذا مثل من يعني يستعين بقول أقوال الفقهاء ويستفيد من علمهم، ولكنه إذا وجد الدليل صار إليه ولا يعني يعدل به شيئا، كالذي يستدل على القبلة بالنجوم ولكنه إذا وصل إلى الكعبة وصار تحتها وينظر إليها ما يحتاج إلى النجوم لأنه وصل إلى الغاية. نعم. قال الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد.